بسم الله الرحمن الرحيم. معانا إن شاء الله مشروع فيلا سكنية. مطلوب مننا إن إحنا نحول المخططات المعمارية اللي موجودة دي لمخططات إنشائية، وبعد ما نحولها لمخططات إنشائية نحصر الكميات الخاصة بالخرسانات. طيب، الفيلا عبارة عن إيه؟ الفيلا عبارة عن دور أرضي ودور أول وغرفة السلم، يعني عبارة عن دورين وملحق بسيط اللي هو غرفة السلم. طيب، أول حاجة ببص لها علشان أبدأ الديزاين بتاعي إن أنا أعمل كوردينيشن للمعماري، أشوف المعماري بتاعي. الأعمدة هتبقى ماشية مع بعضها، أعمدة الدور الأرضي هتبقى ماشية مع الدور الأول مع الملحق، ولا هيبقى في مشاكل عندي في الأعمدة. طيب طيب، عشان أعمل الخطوة دي أعمل إيه؟ أول حاجة أخد ده كده، أعمل سيلكت على ده وأمر كوبي، وأختار نقطة وأحركهم هنا. يبقى أنا عندي دي النسخة الأصلية محتفظ بيها، ودي النسخة اللي أنا هعمل عليها كوردينيشن. طيب، هغير شكل الأعمدة اللي هنا، أعمل عليها سيلكت كلها، عملت عليها سيلكت. ممكن أغير اللون بتاعها، أخليه مثلا لون أصفر، وبعد ما يتغير لونها للون الأصفر أو ما أعمل أمر بلوك، أخليهم كلهم في بلوك واحد وأسميه مثلا إيه، جراوند فلور. أصبحوا دلوقتي بلوك، يعني لو أنا عملت سيلكت كده عليهم كلهم يبقى الشكل كله موجود معايا. واختار بيز بوينت، نقطة ثابتة في الثلاث بلانات، في الثري بلان. هي دي اللي أنا عامل عليها، اللي أنا أختار منها النقطة بتاعتي، وليكن مثلا النقطة دي. كنترول شيفت سي من بيز بوينت، وأوقع البيز بوينت بتاعي هنا. هلاقي إن اللون الأصفر مطابق تماما للون الأحمر، فبالتالي أنا ما عنديش مشكلة في الأعمدة كده طالعة في التو بلان زي بعض. طيب، هنيجي على البلان ده نشوف برضو الكلام هنا بيقول إيه. هنلاقي برضو اللون الأصفر بيطابق اللون الأحمر، فبالتالي أنا كده ما عنديش مشكلة في الأعمدة اللي المعماري مختارها لي مظبوطة ومفيش فيها أدنى مشكلة. طيب، النقطة رقم اتنين، يبقى أنا كده عملت أول نقطة، اللي أنا أشوف الأعمدة سيمتريك أو الأعمدة آه مفيش فيها كلاش بين الطوابق وبعضها. دي كده أول خطوة. طيب، تاني خطوة، أشوف أصلا إن الأعمدة اللي المعماري حاططها لي، المهندس المعماري حاططها لي، هل هي كافية ولا مش كافية، محتاج أزود عليها. يعني هنلاقي هنا إن الإسبان هنا 4 متر، والإسبان هنا 3 متر. هنلاقي الإسبان ده كبير شوية، يعني مثلا من هنا بأمر لاين لينير كويس 5 متر إلى حد ما مقبول. وبرضه نفس الكلام، يعني بالشكل كده الإسبانات كلها موجودة مظبوط. طيب، هنا بأمر لينير برضه 5 متر. طب هنا كده، كده الإسبان كبير شوية 7 متر، يعني ممكن نحاول نحط هنا عمود. طيب، لو حطينا هنا عمود هل هيبقى مناسب لكل الأدوار؟ طيب، تعالى نشوف كده، نحدد ريكتانجل كده. اختار هنا أمر ريكتانجل، واختار بعد كده على الشاشة وأقوم عامل دايمنشن، مثلا عمود 20 في 60.
وأوقعه كده هنا، وأعكسه بقى في كل الأدوار. يعني أعمل هنا، أختاره كده وأقوم عامل كنترول شيفت سي من البيز بوينت بتاعتي، وأشوف وأوقعه هنا. هنجد إن هو بوظ المعماري خالص، لأن هو كده دخل في الطرقة، فكده الفكرة دي كده مش مظبوطة. طيب، طيب ما أنا ممكن أسيبه وساعتها هتفرق معايا في التصميم الإنشائي شوية. القطاع هيبقى زيادة شوية، سمك البلاطة هتبقى زيادة شوية، فممكن أسيبه عادي مفيش مشكلة. طيب أنا كده عملت كام نقطة؟ عملت نقطتين: الأعمدة مطابقة في كل الأدوار، والأعمدة مش هقدر أزود عن الأعمدة اللي موجودة. طيب هو أنا إزاي أصلا، يعني إيه هو الكونسيبت بتاعي في إن أنا أشوف الأعمدة بتاعتي؟ يعني ليه أنا قلت إن عدد الأعمدة كده كفاية؟ لو بصينا، لو خدنا نظرة سريعة على إزاي أحدد الاستاتيكال سيستم بتاعي، هنلاقي هنا أسس وضع الأعمدة في المبنى. ال ال النقط دي مهمة جدا يا شباب، لو احنا خدنا بالنا منها هتفرق معايا جدا كتصميم إنشائي وكتصميم معماري. أول نقطة عندي: يفضل ألا تزيد المسافة بين الأعمدة عن 7 متر، حتى لا يزيد سمك الكمرات والبلاطات. النقطة دي كده متوفرة معايا. أقصى زبالة عندي هو 7 متر. يفضل ألا تقل المسافة بين الأعمدة عن 3 متر، حتى لا يحدث تداخل في القواعد المنفصلة. لما أجي أنا وأنا بعمل تصميم القواعد، لو الأعمدة المسافات ما بينها أقل من 3 متر، القواعد المنفصلة بتدخل في بعضها، فبالتالي بضطر أحولها لقواعد متصلة زي كده. مثلا عندي هنا كده عمود برضو أرسمه ريكتانجل، أدوس على الشاشة دايمنشن 20، انتر 50، انتر، رسم لي العمود. سلكت عليه كوبي السنتر بوينت، مثلا أنا عايز أكبره عن 3 متر، أقوم عامل كده السنتر بوينت بتاعتي 3 متر. 3 متر. طيب لما أجي أرسم بقى الأعمدة، لما أجي أرسم سوري القواعد المنفصلة بتاعتي، القواعد المنفصلة بتاعتي هتلاقيها إنها ممكن تدخل في بعض. لو القواعد كبيرة شوية ممكن تدخل في بعض، لو دخلت في بعض هضطر أعملها قاعدة مشتركة كده. فالقاعدة المشتركة دي بتحتاج حديد علوي وحديد سفلي، فبتبقى كفكرة اقتصادية بتبقى مش أحسن حاجة. يعني هي الموضوع كله اقتصادي. نقطة رقم 3: عدم وجود عمود في منتصف غرفة أو مطبخ أو حمام، علشان المعماري بتاعي ما يبقاش فيه مشكلة. مراعاة اختلاف المساقط في الأدوار، ففي بعض الأحيان يكون البيان الدور الأرضي مختلف عن الدور الأول. دي اللي احنا شفناها، دي الخطوة اللي احنا عملناها. طيب، يفضل وضع الأعمدة في أركان الغرف والحمامات والمطابخ. يفضل وضع أعمدة عند تقاطع الحوائط. يفضل أن يحط السلم ب4 أعمدة، علشان النظام الاستاتيكال سيستم الإنشائي بتاعي أعمل جسور. يفضل أن يكون الأعمدة الخارجية مع اتجاه الكاميرا حتى تعمل كفريم مع الكاميرات في مقاومة الزلازل والرياح. ويفضل أن تكون نصف الأعمدة في اتجاه إكس والنصف الآخر في اتجاه واي، وذلك لزيادة كفاءة المبنى عن طريق عمل فريمنج مع الكاميرات. آخر نقطتين دول خاصين بمقاومة المبنى للزلازل والرياح. دول إن شاء الله وإحنا داخلين في جزئية تصميم المبنى هنشرحها بالتفصيل بإذن الله. طيب هل بقى النقط دي كلها أنا مراعيها عندي في وجود الأعمدة بتاعتي؟ هنلاقي إن ده فعلا متراعي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأعمدة كلها في حوائط، أغلبها في أركان الغرف. مش هنلاقي عمود عندي في حمام أو في غرفة غسيل. نفس الكلام هنا، كلها في أماكن محترمة معماريا. المسافات بتاعتنا
أكبر حاجة 7 متر، وأقل حاجة 3 متر. والنقطة الأخيرة إن الأعمدة متطابقة مع كل الأدوار، يبقى أنا كده عندي المعماري ده أقدر أشتغل عليه إنشائي. يبقى ده كده أول خطوة بالنسبة لي.